من كيلو واحد من الفراخ هنعمل كمية وفيرة من تشيكن برجر او برجر الفراخ اللي احنا بنشتريه من بره. ولو حسبتوا ساندوتش البرجر بكام بره هتلاقوا ان ده اوفر بكتير جدا، ولو عملتوه بنفس الطريقة دي اوعدكم انتوا مش هتشتروه من بره تاني. لو اول مرة تشوفوني اعملوا متابعة للصفحة، لايك وشير، وتابعوا معايا الفيديو. معايا كيلو واحد من الفراخ، نص الكمية صدور والنص التاني اوراك او شيش مخلي. هبتدي افرمهم في الكبة. في الاول ضفت نص الكمية بالظبط في الكبة. اول لما تنعم كويس هبتدي اضيف باقي الكمية شوية شوية علشان تكون كلها فرمة واحدة واتأكد انها ناعمة كويس. الكمية وفيرة جدا وممكن كمان تحضروها من قبلها بيوم، مش لازم في نفس اليوم. بعد ما نعمت الفراخ كويس هضيف ليها بيضة واديلها كمان لفة واحدة بس في الكبة ان البيضة تمتزج مع الفراخ، وكده هتكون جاهزة معايا. وهبتدي دلوقتي اتبل البرجر. معايا كوباية واحدة من البقسماط الناعم المطحون، ضفت نصها بالظبط، وكمان ملح، فلفل ابيض. وهنا بفضل الفلفل الابيض عن الفلفل الاسود علشان ما يغمقش لون البرجر، يعني يفضل محتفظ باللون بتاعه. وكمان هضيف توم باودر وبصل باودر، ربع معلقة صغيرة توم باودر وربع معلقة من البصل الباودر. مش هستعمل توابل اكتر من كده علشان عاوزة الفراخ تكون محتفظة بطعمها، ما يبقاش فيها اي طعم غريب، وفي نفس الوقت لونها ما يغيرش. هبتدي اعجنها كده كويس، وهضيف البقسماط باقي الكوباية اللي ركناها على جنب شوية شوية لحد ما تكون متماسكة معايا. انا مش عاوزاها تكون ناشفة، بس مش عاوزاها تلزق. الفراخ بالذات غير اللحمة، لحمها بيكون ناعم قوي وبيلزق. فهنضيف البقسماط لحد ما نوصل ان هي تكون مش بتلزق وفي نفس الوقت طرية ومتماسكة، اعرف اشكلها كويس. خلاص كده بقت جاهزة معايا. والنجاح البرجر او الكفتة اهم حاجة العجن، لازم تاخد حقها كويس في العجن. هجيب بقى دلوقتي كيس تلاجة هفتحه، وهاخد من مفروم الفراخ اللي حضرناه كده معلقة. وانا افضل ان احنا ناخد كده بالمعلقة علشان تكون القطعة متساوية في النهاية، واحدد الكمية اللي انا في كل مرة باخدها. هبتدي بقى افرد مفروم الفراخ ده كويس بايدي بفرادة العجين ايا كان. المهم انا عاوزة يكون السمك بتاعه رفيع جدا، مش عاوزاه يكون تخين خالص عشان ان شاء الله اضمن ان هو يستوي كويس. هضيف بقى دلوقتي في النص كده قطعة من البيف لانشون الفراخ المدخن او التركي او اللانشون بيف زي ما تحبوا. وكمان المفروض ان انا استعمل شرايح الجبنة الشيدر، بس ما كانتش متوفرة عندي، استعملت مفروم موتزاريلا وشيدر. وابتديت ان انا اقفل كده بمفروم الفراخ من الاجناب اكننا بنقفل عجينة بالظبط، واتاكد ان انا قفلتها كويس، واحاول ان انا اسوي الاطراف على قد ما اقدر. وابتدي دلوقتي ارصها على كيس تلاجة في طبق او صينية كبيرة، وهكرر نفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية. وطبعا ممكن تعملوها من غير حشو خالص، يعني في الخطوة دي تشكلوها على اساس ان هي قرص برجر من غير اضافة اي حشوات، على حسب طبعا امكانياتكم وعلى حسب ما بتحبوا. هقفل عليها كده كويس جدا كأننا بنقفل عجين اهو. اتاكد انها يعني ما يكونش فيها اي فتحات علشان الجبنه ما تخرجش في التحمير اهو. سهله قوي، ما بتاخدش اي وقت كده، تمام قوي. وهكرر بقى نفس الطريقه لحد ما اخلص كل الكميه. ما شاء الله عمل معايا 14 قطعه من البرجر. احسبوا بقى الساندوتش بره بكام وهتشوفوا قد ايه فيها توفير. هحضر بقى دلوقتي صوص البرجر، معلقتين كبار من الكاتشب، معلقتين كبار من صوص الباربيكيو، وكمان معلقتين مايونيز. وطبعا ممكن تكتفوا بالكاتشب والمايونيز، لو مش حابين الباربيكيو ممكن كاتشب بس زي ما تحبوا. كده الصوص بقى بتاعي جاهز، هركنه على جنب. وحضر دلوقتي التغليف بتاع البرجر. معايا بيضتين ضفت عليهم ملح فلفل ابيض وهضربهم مع بعض كويس جدا. بعد كده هضيف عليهم كوباية واحدة من الحليب، هقلبهم كمان كويس. وبعد كده هضيف معلقتين كبار من الدقيق الابيض. وهنا فايدة الدقيق ايه؟ بتخلي القوام بتاع اللبن والبيض تقيل شوية مش خفيف كالعادة، فيخلي الكفر اللي لسه هنضيفه
يعني ما يكونش ثابت قوي، لا انا عايزاه يكون قوامه كده تقيل شويه وفي نفس الوقت مش سميك زياده عن اللزوم. معايا بقى خلطه الكريسبي الحلوه دي بتاعه الفراخ، حلوه قوي، هتلاقوها موجوده في اي سوبر ماركت او عند العطار، ومش محتاجه اي توابل، فيها الملح بتاعها وفيها ورق لورا، فيها توابل حلوه قوي وفي نفس الوقت طعمها خفيف مش تقيل. هبتدي بقى دلوقتي اجيب الفراخ بعد ما دخلتها التلاجة سقعت شوية، يعني انا بعد ما شكلتها كلها دخلتها التلاجة سقعت شوية لحد ما حضرت التغليف. هغطسها في اللبن والبيض والدقيق ومنه على البقسماط، وطبعا ممكن مكان خلطة الكريسبي دي تستعملوا بقسماط، كورن فليكس مطحون، وممكن الاتنين على بعض وتتبلوهم كويس زي ما تحبوا. اهو هغطيها كويس قوي، اتاكد ان هي اتغلفت كويس جدا جدا. ممكن تكرروا الخطوة في نفس البرجر، يعني ممكن بعد ما نغطسها ونغلفها كويس بالبقسماط نرجع نغطسها تاني في اللبن والبيض والدقيق وفي البقسماط، وده طبعا هيدينا حجم اكبر. بس هي حجمها كده كان حلو قوي، وممكن كمان تغطسوها بتكون لذيذة قوي زي بتاعت بره واحلى. هنا ما شاء الله كنت خلصت كل الكمية وفردتها كده في اطباق، وبين كل واحدة والتانية كيس تلاجة. هدخلها بقى دلوقتي الفريزر اقل حاجة ساعة قبل التحمير. ممكن في الخطوة دي نحضرها قبلها بيوم، ممكن نحضرها بكميات ونشيلها في الفريزر ونطلع منها على حسب العدد اللي احنا هنحتاجه. ممكن كمان لما نيجي رايحين مصيف من ضمن التجهيزات ان احنا نعمله ونشيله في الفريزر وناخده معانا، بيكون حلو قوي ومن الوجبات السريعة السهلة اللي ما بتاخدش وقت. هنزل بقى دلوقتي بالبرجر في زيت غزير يكون سخن جدا اول دقيقتين، وبعد كده هدي النار نار متوسطة علشان يستوي كويس. وطبعا لما يستوي بقلبه على الجنب التاني، او لما يتحمر وياخد لون حلو لو احتاج ان هو يتقلب على الجنب التاني بنقلبه، يعني بنتابعه ما بنسيبوش لانه فعلا ما بياخدش كمان اي وقت. هنا بقى في طاسة او جريل ضفت معلقة من الزبدة، اول لما تدوب هضيف عليها كده عيش البرجر اللي هنستخدمه، فتحته كده 2 وضفته. عايزاه يطبع كده ياخد لون حلو. طبعا فايدة الخطوة دي ايه؟ الزبدة اكيد بتدي طعم حلو، وكمان بتخلي العيش يعني ما يشربش الصوص اللي هنضيفه ويبوش، لا ما حتى لو فضل معاكي او اتبقى معاكي لتاني يوم وشلتيه في التلاجة العيش هيفضل محتفظ بقوامه، مش هيبوش خالص من الصوص اللي ضفناه. الزبدة دي او الخطوة دي بتحميه ان هو يبوش او يشرب الصوص. وهكرر بقى نفس الطريقة لحد ما اخلص كل كمية عيش البرجر اللي معايا. وهنا ما شاء الله كان البرجر معايا استوى وخد لون حلو قوي، كمان هو مظلوم في التصوير كان لونه تحفة وريحته رهيبة. اهو هبتدي اعلي النار تاني وهضيف باقي الكمية كده شوية شوية لحد ما اخلص كل الكمية اللي انا محتاجاها. وطبعا هيبقى حلو قوي لو انتي محضراه وشايلاه في الفريزر كده وجالك ضيوف وهتحضري عشاء سريع وتطلعي منه كده بالعدد زي ما تحبي. هبتدي دلوقتي بقى احضر ساندويتش. ضفت شويه من الصوص على العيش وكمان خس، وهضيف البرجر. طبعا هنا مش هحتاج جبنه او تركي مدخن او اي حاجه، وكل ده موجود في الحشو. هنا بقى نسيت اضيف الخيار المخلل، بس مش مشكله كان طعمه تحفه. هفتح لكم دلوقتي واحد علشان نشوفه من جوه عامل ازاي. ما شاء الله الفراخ مستويه كويس والجبنه ساحت وادتنا النتيجه اللي احنا عاوزينها، مع انها كانت مبشوره مش شرايح بس ادتنا نتيجه حلوه قوي. تقدري تحضريه بأقل الإمكانيات وعلى حسب إمكانياتك ومن غير حشو لو حابة، وتكتفي كده بالفراخ بس هيكون حلو قوي. وما شاء الله الساندوتش الواحد كان مشبع جدا. أتمنى إن انتوا تجربوه من الوصفات اللي نفسي تجربوها وتقولوا لي رأيكم. ما تنسونيش بلايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومتابعة الصفحة واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.